أهلا بيكم في قناة التاروت وأسراره. حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب يكون الجميع بخير كده وفي أحسن حال. يلا بينا النهاردة كده نعرف هو حبيبك لسه بيحبك ولا خلاص رمى طوبتك ومش بيحبك ومش بيفكر فيك ومش عايزك ومش عايز يعرفك تاني. في البعد كده ساعات بنبعدوا عن بعض ودماغنا هتشت ونبقوا مش عارفين هو بيحبني ولا بيكرهني. طب هو بيفكر فيا؟ طب هو مش أنا مش في دماغه. كل الحاجات الحلوة اللطيفة دي عايزين نعرفها. يلا بينا كده نهكر طاقته النهارده كده ونخش في دماغه كده ونجيب كده تفكيره واعماق تفكيره كده ونشوف الدنيا معاه ماشيه ازاي، ونعرف هو بيحبنا لسه ولا هو خلاص نسينا في بعده، فاكرنا ولا نسينا. يلا بينا كده. معانا 3 قرايات النهارده، انا عملت لكم 3 قرايات. القرايه الاولى والقرايه الثانيه والقرايه الثالثه كلها بالاحجار. معايا الحجر الجميل الاولاني ده، ابيض كده على بيج على الوان كده جميله كده، معرق كده، الوانه تحفه جدا. الحجر التاني الحجر العسلي كده، حط برضو طقطق عليه. الحجر التالت حجر جميل قوي برضو، طاقته جميله جدا، ابيض كده في بني. حط طقطق على الحجر اللي يعجبك. ويلا بينا نشوف حبيبك في بعده عنك بيفكر فيك ولسه بيحبك ولا نساك. يلا بينا نشوف القرايه دي. وبشكر طبعا جميع حبايب المتابعين ليا من الكويت والسعوديه والعراق والامارات، الناس الحلوه الجميله اللي بتدعمني، الناس الحلوه اللي بجد كلامهم بيفرحني. طبعا صعيد مصر وارياف مصر، الناس الجميله برضو اللي بتتواصل معايا. شكرا. واهل عمان، شكرا يا اهل عمان، حبايبي حبايبي، اجدع ناس الصراحه، يعني ناس جميله قوي. والسعوديه برضو ربنا طبعا معاهم على اللي بيحصل هناك دوت، ربنا يا رب يعينهم على الفيضان والحاجات اللي كانت موجوده هناك. ويلا بينا نبدا قرايتنا. حبيبك بيفكر فيك وبيحبك يعني، ولا الموضوع خلاص بالنسبه له مرحله وشكرا. الحجر الاول هبدا بيه، نختار الحجر الاول، وده الحجر الثاني والحجر الثالث. يلا بينا الحجر الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. متعلق فيك قوي، مش عارف يبعد يعني، لا قادر يبعد ولا عارف يبعد. عيبه ان هو بيمشي كتير الشخص ده، عيب ان هو بيمشي، يعني تلاقيه في وسط العلاقة كده وفي وسط الدنيا ما هي حلوة بياخد بعضه ويمشي. طب انت بتمشي ليه؟ طب انت بتسيب العلاقة وتمشي ليه؟ ايه اللي بيخليك تسيب العلاقة وتمشي؟ ما تخلينا حلوين. هي دي مشكلته. مشكلته في العلاقة اللي احنا بنقراها دلوقتي يا جماعة، ان الشخص ده بيمشي، ياخد بعضه كده ويرحل، يغيب باليوم والاتنين والتلاتة ما تعرفش عنه حاجة، يغيب فترة طويلة كده ما تعرفش عنه حاجة. ده عيبه، هو ده عيبه الوحيد بالنسبة لك. لكن هو من ناحية بيفكر فيك، هو بيفكر فيك على فكرة، خايف يتواصل معاك، خايف يتواصل معاك بسبب ان هو بيمشي بياخد بعضه كده ويمشي، وانت ما تبقاش عنده عارف عنه حاجه. وده حاجه بتزعلك، برج الاسد طلع لنا طبعا. حاجه بتزعلك بتخليه، يعني انت ايه اللي بيمشيك؟ ايه اللي بيخليك تمشي؟ ما انت كنت كويس معايا. خايف يرجع يتواصل معاك بسبب الموضوع اللي عمله ده. بيحبك جدا، بيفكر فيكي، بيقول عنك ان انت حد جميل، ان انت ست شيك قوي، ان انت ست جميله قوي، ان انت ست راقيه قوي. هو شايفك بالمنظر ده. انت ست جميله، ما بتحبيش العلاقات اللي هي فيها اون اوف، ما بتحبيش العلاقات اللي فيها روح وتعالى. ودي مشكلته الوحيده معاكي، ودي مشكلته الوحيده، ان هو بيمشي وبيبعد وبيروح بمزاجه وبيجي بمزاجه وبيرحل بمزاجه. علشان كده خايف يتواصل معاكي تاني. هو بيقول لنا انا مش شخص متعب للدرجه، بس ده يمكن عيبي الوحيد. وبيقول لنا برضو انا لسه متعلق بيك وبتعلق فيك وفي افكاري ليك. طبعا كان سؤالنا هو بيحبك وبيفكر فيك ولا لا. طبعا الكارت واضح ان هو متعلق، يعني لسه بيحبك، يعني لسه بيفكر فيك. ما هو لو مش بيحب ولو مش بيفكر مش هيبقى متعلق كده في العلاقه. بيقول لنا ان حياته مش كامله من غيرك، يعني بيقول برضو انا بهكر طاقته في الوقت الحالي، انا جايبه دماغه قوي. بيقول لنا انا حياتي واقفه من غيرك، انت النص التاني اللي مش موجود في الحياه، النص مضلم، او النص مش موجود. انا الفرحه مش كامله بالنسبه لي، الحياه مش كامله، حواليا ناس وحواليا اللي بيتكلم وحواليا انا مش سامع حد. انا غايب في دنيا عشان انت مش موجود معايا. حياتي واقفه، حياتي واقفه، يعني مش حلوه خالص. برج الحوت كمان طلع لنا. فبيقول لنا انت حد جميل، حد روحاني وطيب، حد جميل انا ما ينفعش استغنى عنه. برضو الكارت دوت بيكرر، الكارت ده بيقول لنا ان انت شخصيه جميله جدا، شخصيه حلوه، ما ينفعش اخسرك، شخصيه بيوصفك بالطيبه. الطيبه هو احلى حاجه فيكي بالنسبه له، الطيبه، يعني بيقول عليك انت حد طيب جدا.
نفسي برضو ان يكون في تواصل بينكم تاني ويبقى في ترسيم. الكارت ده كارت الترسيم، يعني الناس اللي ما فيش ارتباط بينهم ان شاء الله في ارتباط قريب بينكم باذن الله. طبعا هو في الوقت الحالي حزين لان هو اللي عمل كده، لان هو اللي بيبعد، هو اللي بيمشي حزين وفي طاقه سلبيه نوعا ما. لوحده معظم الوقت، ما بيتكلمش مع حد معظم الوقت، حتى لو حواليه شغل وحواليه ناس، بس الانسان بيبقى جوه نفسه محبوس جوه نفسه. يعني دي اصعب حاجه على فكره، دي حاجه مميته يعني ملهاش حل. بيراقبك طبعا، كارت المراقبه، كارت اللي بيبص عليكي كتير، بيراقبك في بكل يعني كل ما تعنيه كلمه، يعني بيبص عليكي كتير، يعني شخص هل يراقبه نفسه مراقبه ليكي. عارف ان الحب الاساسي عندك، هو قاعد وعارف ان هو مالك قلبك وضمنك، ضمنك، لان انت بالنسبه له ست طيبه واحنا قلناها. حاجه جميله وحاجه ما ينفعش يبدلها ولا ينفع يشوف غيرها. بس هو مشكلته في اللي هو بيعترف لنا بيها، مشكلته الاساسيه ان هو خايف يتواصل معاكي تاني، علشان شكلك كده اسلوبك بسم الله ما شاء الله بتاكليه يعني واضح طبعا. انت اسد وهو بيراود فيكي، طب انت عايزه ايه اكتر من كده؟ مشكلته الاساسيه ان هو بيبعد، وهو بيقول لنا انا متعلق بيكي جدا وما ينفعش اخسرك وبحبك. فطبعا الكارت ده اكبر كارت ياكد لنا ان هو بيفكر فيكي ليل ونهار وما يقدرش يستغنى عنك وبيحبك. بس خايف يتواصل معاكي لانك شكلك كده بتسمعيه كلام ضرب نار، يعني شكلك باين جدا يعني. ربنا يهديلكوا حالكم. ده القرايه للمجموعه الاولى. بيفكر فيكي وبيحبك ونفسه يتواصل معاكي، وعارف ان انت حد طيب، اختصار القرايه. بس خايف منك عشان انت شكلك بتاكليه. وطبعا هو بيقول لنا انا ندمان، حياتي مش كامله وانت بعيده عني، بسبب ان انا اللي كنت بسيب العلاقه واروح واجيب مزاجي يعني. القرايه الاولى لو عجبتكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير كده، كومنت حلو كده طبعا دعموني. بحب كلامكم كده، بحب اقعد ابص كده اشوف الكلام اللي بتكتبوه، بفرح بيه جدا يعني. اللي حابب طبعا قرايات خاصه يتواصل معايا من داخل مصر 015 546 0065، ومن خارج مصر 002015546600065 لحجز القراءات الخاصه المدفوعه طبعا. وانا تحت امركم في اي قرايه. ويا ريت تبعتوا لي طاقتكم، تبعتوا لي ابراجكم وابراج الشريك اللي معاكم، علشان طاقتكم توصل لي واعرف اتواصل معاكم اكتر واكتر. اللي يختار المجموعه الثانيه، اصحاب المجموعه الثانيه، الحجر ده. يلا بينا نعرف كده، هو لسه بيحبك وبيفكر فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه 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 حاضر 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 حاضر. لسه بيحبك ويفكر فيك، بيموت فيك يا عم، والله العظيم بيموت فيك، بيموت ما يموت فيك. اول كارت اتحط لي بيقدم لك الكاس بتاع الحب بمعنى الكلمه، مدلدق خالص خالص خالص، الحمد لله ما فيش كروت تبقى صعبه ولا تتعبنا نفسيا. بيفكر فيك، بيقدم لك الكارت هنا بيقول لنا، بيقدم لك الايد وفيها كاس الحب. الحب من كتر ما هو كبير وبيفكر فيك وقع 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 وقع، يعني بيفكر فيك. طبعا في برج برضه مراقبه، وفي وقت معين نفسه يرجع يتواصل معاك فيه. بيبص هو في منتظر وقت معين، ممكن بقى يكون عيد ميلاد، تاريخ معين، بالنسبه له هو حاجه معينه في دماغه هو، هو ادرى بيها يعني. لكن هو في وقت معين بيبص عليه ان هو يرجع يتواصل معاك فيه. وطبعا برج المراقبه شغال، نفسه برضك يكون معاك، يكون في لما اسره، بيحلم بحته الارتباط بينك وبينه. لو ما فيش ترسيم بينكم هو بيتمنى دوت على فكره، وبالفعل دوت هيحصل باذن الله. طبعا كل حاجه باذن الله. قلنا ان هو مختار وقت مناسب، والكارت بيعيد نفسه تاني. هنا قلت لكم بيبص واختار وقت مناسب، وهنا برضو الكارت بيعيد نفسه تاني. معلش انا بحب اشرح الكروت كده. بيبص واختار وقت مناسب بيبص فيه، وهنا نفس الكلام، مختار الوقت المناسب عشان يرجع يتواصل معاك فيه. تمام. عارف ان انت ملكه، ما ينفعش تتبدلي، انت ما ينفعش تتبدلي، انت واو، انت ما ينفعش ان انا اضحي بيكي. انا عارف ان انا تعبتك وان انا تعبت لك اعصابك، بس انا بشتغل على نفسي وبحاول ان انا اكون احسن من كده. انا عارف ان انا شايلتك هم، بيعترف لنا، وهو كمان شايل هم. هو نفسه مضغوط، هو نفسه مضغوط وبيعترف لنا ان هو شايلك هم العلاقه، في ان هو بيروح وبيجي، ان هو برضو مش احسن حاجه، كان برضو مسبب لك في وجع دماغ. وهنا برضو بيقول لنا انا اللي كنت بعمل مشاكل معاك، وانت من كتر ما انا كنت بعمل مشاكل انت سبتني من العلاقه ومشيت. هو الصراحه صريح معايا جدا، وبيعترف لنا ان انت حد طيب وحد جميل، هو مش حابب يخسره.
هو حابب يفضل معاكي على طول. هو بيقول لنا يعني طاقته بسم الله ما شاء الله جميله، بيقول لنا ان هو جاي لك قريب، جاي لك يجري، جاي لك يجري، بيحبك وبيحبك ويفكر فيك جدا، ونفسه يرجع ويبقى فيه ترسيم بينكم، يكون في بينكم لم شمل، زواج للناس اللي لسه ما اتجوزتش. لو انتوا في انفصال ومتجوزين بس في يعني بعد ولا حاجه، نفسه انه يرجع تاني بيته. فيا جماعه حاولوا تكسبوا بعض اكتر من كده، الدنيا مش مستاهله، والله الدنيا ما مستاهله. ما فيش حاجه يعني، ما اليوم اللي بيروح ما بيتعوضش. ليه تضيعوا يوم وليه تضيعوا ساعه وانتوا بعيد عن بعض؟ ليه تخسروا بعض؟ ليه لصالح مين؟ مين المستفاد؟ فالفراق اللي بيبقى مستفيد، الزعل والحزن والهم هما المستفيدين. ليه انا ابعد عن حد بحبه؟ ليه تخسرها ولا ليه تخسريه؟ حاولوا يكونوا العلاقه بينكم احسن من كده. يلا ربنا يصلح حالكم يا رب كده. دي القرايه التانيه، معايا القرايه التالته اللي اختاروا الحجر الجميل ده، طاقته حلوه برضو على فكره، انا بحبه قوي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب المجموعه التالته، هو متمسك بيكي، مش عايز يخسرك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الوقت الحالي الشخص ده بيموت فيكي، بيحبك، عشان بس تبقوا اعصابكم هاديه كده. الشخص ده بيحبك بس تقيل، يا واد يا تقيل. احنا ناس تقال، احنا ناس كاتمين على مشاعرنا، ناس ماسكين على قلوبنا كده، ناس متحفظين كده، الكلمه بتطلع مننا كده بالتقل. احنا ناس تقيله. بيقول لنا، هو بيعترف لي يعني سهله قوي معايا، طاقته جميله. مغمي مشاعره، مش عايز في الوقت الحالي يبوحلك في مشاعره. برضو الكارت بيأكد لي، بيوضح لي اكتر واكتر. محتار بين حاجتين. مش هقول طرف ثالث محتار بينه، لا مش هدخل الحكايه دي، لان مفيش وراء طرف ثالث ظهر لي خالص. بس هو شخصيه كاتمه على مشاعرها، شخصيه في الوقت الحالي قاعده كده مستقره، لسه ما حطش في دماغه ان هو يجي لك في الوقت الحالي. بس هو جاي يقدم كاس حب، هو جاي هيقدم كاس حب. بس للاسف خطوته بطيئه. هو جاي هيقدم كاس حب، بس للاسف خطوته بطيئه شويه. يعني جاي بس كمان مش خطوته بطيئه وبس، في بعده ميت عنك. ده كارت بعد الشر عنكم يا رب، كارت مش حلو يعني، مش هسمي اسمه. واللي فاهم طارو هيفهم دوت انا اقصد كارت اسمه ايه. كارت دوت هو وهو بعيد عنك، مش عايش، متدمر. فهو بيعترف لنا برضو، بيقول لنا ان هو نفسه يجي يتواصل معاكي ويراضيكي ويجيب لك حاجه يفرح قلبك بيها. يعني معنى كده ان انا لسه بحبك وبفكر فيك. واضحه، اظن واضحه. يا سلام بقى على جمال الكارت ده. بيقول لك ده انت بالنسبه لي عوامل الحب كلها، ده انا بحبك حب الى ما لا نهايه. بصوا العلامه، انا بحبك حب ما بيخلصش، ما بيخلصش. ليه عشان عندك كل العوامل اللي تخليني احبك. انت شخصيه جميله، بيقول لك انت شخصيه جميله ما ينفعش يخسرك. وطبعا بيأكد لنا، بيقول لنا ان هو قاعد ومتربع وعارف ان انت الاساس، ان انت معاك الحب اللي ما ينفعش يتضحى بيه. وطبعا نفسه معاك في مناسبه تجمعكم باذن الله، وباذن الله هتكون فعلا في مناسبه بينكم بعد كسره القلب والحسره ووجع القلب والهم والغدر اللي كان سابقا. احنا مش عايزين نعيده تاني. فهو بيقول لنا هنا، بيختم لنا وبيقول لنا نفس ان عجله الحظ ترجع بينكم تاني وتدور، ويكون في بينكم ان شاء الله رجوع، ويكون في بينكم الدنيا تهدى كده، وباذن الله يكون العلاقه احسن من كده. وطبعا اللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا عشان هكر طاقته اكتر من كده. معايا برج الجوزاء، معايا برج الثور، معايا برج العذراء، معايا برج الدلو. يا رب يسعد حالكم اكتر من كده. واللي حابب قرايات خاصه يتواصل معايا. واحنا نهكر طاقته اكتر من كده. واشوفكم في قرايات اخرى، واشوفكم على خير.